النادي الأهلي ردا على وجود أزمة ما بين أكرم توفيق وما بين كولر، وذلك بعد استبعاده من لقاء المصري وتواجد كريم فؤاد بدلا منه. كلام كذب في كذب. أكد النادي الأهلي على أن مسلسل الشائعات ما زال يطارد النادي الأهلي، والنادي الأهلي عارف كويس مين مصدر الشائعات دي، إلا هدفها ضرب استقرار النادي الأهلي حتى يحدث توازن ما بين النادي الأهلي وما بين نادي الزمالك بعد وقوع نادي الزمالك بسبب مرتضى منصور وإدارته الفاشلة. أكد النادي الأهلي على أن كل ما يقال الآن على السوشيال ميديا بشأن وجود أزمة بين أكرم توفيق وما بين كولر عشان كده تم استبعاده من لقاء المصري وتم إشراك كريم فؤاد وتواجده في القائمة بدلا منه كلام عاري تماما عن الصحة، مؤكدين على أن أكرم توفيق لسه كولر شايف إنه مفيش داعي إن احنا نستعجل عليه، لأنه غير كريم فؤاد جاله 2 رباط صليبي ورا بعض، وبالتالي كل ما يقال بشأن وجود أزمة بين أكرم وكولر كلام غير صحيح.